حماتي اتفاجئت واتصدمت لما دخلت عليا المطبخ وشافتني جايبه بط العبد، وقالت لي ده زفر، اوعي تشتريه تاني ولا تجربيه تاني. تيجي كده نجرب مع بعض واقول لكم رايي فيه بمنتهى الصراحه. تعالوا بس كده كلنا نسمي ونصلي ونسلم ونبارك على رسولنا الكريم كده في الكومنتات. بصوا انا سبتها كده لما فكت خالص، لان جواها كانت الكبده والقنصه مش عايزه تفك. كنت بقى ايه اتوضيت وصليت وكده، المهم وايه وغيرت العبايه. المهم جيت لكم بقى تاني بعبايه تانية طبعا مختلفه، وكان بقى فك معايا البط وشطفته اكتر من مره. عايزه اقول لكم بقى انتوا شطار كده في غسيل البط. انا غسلته كويس جدا جدا وشلت منه ريش رفيع، بس يعني الريش ما كانش كتير، كان حاجات كده بسيطه بصراحه. ومن ناحيه التنظيف بيقوموا منضفينه كويس جدا. غسلته بقى بالدقيق والليمون والخل والطحينه وكل حاجه وشطفته مرتين، ورجعت عصرت عليه ليمون وسبته كده على جنب. قلت عبال ما اوضب كده التتبيله بتاعه البط، وبعدها شطفته بقى وسبته كده يتصفى. المهم مسكت بقى بصلتين كبار قطعتهم كده، وبعد كده حطيت ملح وفلفل اسمر، وهبدأ ادعك البصل مع الملح والفلفل الاسمر زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. عايزه اقولك لما تتبلي البط بتاعك بيطلع روعه كده وخطير، حلو قوي قوي. انا عاده بعمل اي بط بالطريقه دي. ومسكته بقى تبلته كده من جوه ومن بره وحواليه وكل حاجه، وكل ده انا عملته كده من بالليل وحطيته كده في التلاجة. تمام. انت كل ما تتبلي البط بتاعك بيكون احلى واحلى، يعني دايما كده يعني تبلي البط بتاعك او الفراخ من بالليل وحطهم في التلاجة، وتاني يوم بقى اعملي بقى الاكل فهيطلع معاكي روعه. تعالوا بقى حطيت هنا معلقه كبيره كده من السمنه البلدي، وكمان راس توم مهروسه، وشوحتها مع حبهان وقرنفل وفلفل اسمر. عايزه اقول لكم يا سلام على الريحه، حاجه كده فظيعه. بدات هنا بقى حطيت البطه بتاعتي متبله زي ما انتم شايفين بقى، وبيبقى جاي معايا يا جماعه الرقبه والراس والكلام ده والكبده والقنصه وكل حاجه. جبت بقى حبايه طماطم كبيره قطعتها حطيتها كده عليها، وسبتها تتشوح تشويح بقى. عايزه اقول لكم لما قالت يا بس، بعد كده نزلت عليها بميه مغليه. طبعا هامله الحله لان البط بقى عايز ايه ميه مغليه كده كتير وشويه، وقلبت البط على الناحيه التانية عشان يستوي من جميع الجوانب. خلاص بدأ يستوي معايا، حطيت كده معلقه الملح، وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله كانت استوت والجناح كمان فصل. كانت امي عامله لي حله محشي، ربنا كده يديها الصحه يا رب ويبارك لها. كانت بتعمل لهم محشي وقالت لي اعمل لك حله كمان. المهم قالت لي ايه ابعتي لي اهم حاجه الحله اللي هحشي لك فيها المحشي. والله امي اللي عامله كتر الف خيرها. حشيت بقول حشيت، علقت على المحشي من شوربه البط. وتعالوا هنا بقى هنحمر البط. بعد ما كان برد بدات ان انا قطعته كده كل ربع لوحده. عايزه اقول لك وانتي بتحمري البط بعد ما تحطي كده شويه الزيت ويسخنوا حطي شويه كده من الملح. حمرت البط بقى يا جماعه، وكل اللي كلوه شكروا منه. حماتي قالت لي فظيع وحلو جدا جدا، جربوه مش زفر ولا اي حاجه، وبجد حلو جدا. جرب.